وهي القضيه ديال السياره نقل الاموات، بغاو يحذفوا في هذيك الايه هذيك التنازل عن بعض الثوابت الدينيه لصالح جهات معينه. ما عاجبهمش المغرب متدين، ما عاجبهمش المغرب حافظ القران، ما عاجبهمش المغرب انهم ملتزم بالدين بالفطره. درك هذا الفهيم هذا خلى كاع المشاكل ديال المغرب، وخلى المشاكل ديال الحوز والمشاكل ديال القصر الكبير والفيضانات. واش تا قال حقا ما حقا راه بات لهم في ديك سياره الاموات انهم هاد العلمانيين اقليه، هاد الملاحده بن ملحد، انهم كيلعبوا في عدادات وفي اعدادات والسيتينغ والبارامتر ديال المغاربه. راهم ياكلونا قشره قشره ورقه ورقه حتى شي نهار يوصل اللب. كل مره شفتو كل مره قالوا لنا حاجه تك قال القران، قال لا اله الا محمد رسول الله من سيره الاموات، قال لك حقا ما حقانا 10 سنين ولا كان ناكل رمضان، تاكل لا تدبر راسك ونطاحري كاع انا شغلي فيك. باش كيفاش كتبان وكيفاش كتبوزا وكيفاش كتبين المفاتن ديالها، تلقى بالله ان ما عندناش عقده مراهقه متاخره ولا نو، وهرمونات وزوج البنت. السلام عليكم اختي مغابه الاحرار. واحد المساله كاع سمعناها اللي متبع على السوشيال ميديا اللي راه دايره بوم وترين في السوشيال ميديا، وهي القضيه ديال السياره نقل الاموات، بغاو يحذفوا في هذيك الايه هذيك. وانا بالنسبه لي انايا الامر خطير ويتعدى انهم بغاو يحذفوا هذه الايه هذه من السياره ديال نقل الموتى. انايا بالنسبه لي بغاو يحيدوا اي مظهر من المظاهر الاسلامي في المغرب. انا هذا هو الراي ديالي. هذا الاسبوع صدر قرار وزاري مشترك غريب من نوعه. قرار صدر عن وزاره الداخليه ووزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، يقضي هذا القرار بان السيارات ديال نقل الاموات في المغرب ما غتبقاش فيهم هذيك العلامات الدينيه، لانه من ناحيه كيحارب الرموز الاسلاميه، ومن ناحيه ثانيه هو نوع من التنازل عن بعض الثوابت الدينيه لصالح جهات معينه. وكما الشيخ النهاري وكذلك كثير من العلماء ديالنا الافاضل انهم اشاروا واحد النقطه، علاش الصلبان كاينه في الصيدليات. وسبحان الله من سمعت هذا الموضوع هذا سبحان الله انا جات لي في البال، وتلاقيت الشيخ النهاري وكثير من الناس هضروا عليها علاش الصلبان. وسبحان الله كنت باغي ندير عليها موضوع، اقسم لكم بالله وانا صايم الا كنت باغي ندير عليها موضوع علاش حنايا عندنا الصليب في الصيدليات. انا من بقيت نشوف تلاقيت بلا شي واحد راه يخدشنا يخرب لنا في البارامتر ديال المغاربه اللي هما الاعدادات اللي هما السيتينغ. بمعنى من كنشوفوا توقيف الائمه، لا سامحكم الله وعند الله تجتمع الخصوم. هذه كلمات الإمام معاذ خرشوش الأخيرة قبل أن يغادر البلاد إلى أوروبا بعد منع مشروعه لتحفيظ القرآن الكريم. ويبقى السؤال المطروح: المغرب الإسلامي إلى أين؟ مي كنشوفوا البلاغ ديال المجلس العلمي ديال الدار البيضاء، قال لك حقا ما حقا بعض الخطباء والائمه انهم كيصلوا بالقبض ما كيصلوش بالسدل. حنا بقاتنا حنا في السدل والقبض حنايا. قال لك بعض الائمه كذلك ما كيصلوش بالسلها، ما كيصلوش باللباس مغربي، ما لابسينش العصا. هادشي اللي بقات لهم هما، ما شافوش مضمون. كذلك شفنا كثير من الائمه اللي توقفوا انهم خرجوا على الخطبه تم التوقيف ديالهم، ما بغاوش يلتزموا الخطبه الموحده ولا انهم داروا شي مواضيع اللي خاصه وتم التوقيف ديالهم، يعني وقف الائمه والضغط عليهم. وكذلك تقليص الماده القران في الابتدائي، وكذلك واحد الصوره انهم حيدوها من المقرر الدراسي، داروا بلاصه واحد الصوره اخرى اللي هي صوره الحشر. قال لك حقا ما حقا الصوره الاولى غنخلي لكم السميه ديالها هنايا، قال لك انها كتدعو للجهاد، انهم اللي يخربون حتى في الايه القرانيه. هذا الشيء ما يكفيش ان عدد الساعات ديال التربيه الاسلاميه انها قريب تولي منعدمه، قريب تولي صفر. ملي كتخلط كاع حدشي كيعطيك واحد الكوكتيل. واش هو انهم هاد العلمانيين اقليه، هاد الملاحده بن ملحد، انهم كيلعبوا في عدادات وفي اعدادات والسيتينغ والبارامتر ديال المغاربه. ما عاجبهمش المغرب متدين، ما عاجبهمش المغرب حافظ القران، ما عاجبهمش المغرب انهم ملتزم بالدين بالفطره. درك هذا الفهيم هذا خلى كاع المشاكل ديال المغرب وخلى المشاكل ديال الحوز والمشاكل ديال القصر الكبير والفيضانات. واش تا قال حقا ما حقا بات له في ديك سياره الاموات. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في هذا رمضان. تعرفوا واش هي الخلاصه؟ شوفوا فيه مليح. الخلاصه وهو ان المغاربه ولاو بحال القرنيعه. حنا في الشرق كنقولوا قرنيعه اللي هي القوق. راهم ياكلونا قشره قشره ورقه ورقه حتى شي نهار يوصل اللب.
كل مرة شفتو كل مرة قال لنا حاجة تك، قال القرآن، قال لا إله إلا محمد رسول الله من سيرة الأموات، الخطباء، الأئمة، تضييق، تك 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 تك. شفتو نتائج التطبيع فين توصل؟ والله لا غادي يجي واحد الوقيته غادي نبقاو ندخلو للجامع بلا كارت ناسيونال. هذا واحد المشهد شفتو ديك صرخة نملة. غادي نخلي لكم المشهد هنايا. خد يا جدع انت راح فين؟ راح صلي الجمعة. صلي الجمعة؟ هات بطاقتك. انت ايه حكايتك بقى قول لي؟ ما انت لسه مصلي الجمعة من 5 اسابيع، في ايه؟ يا باشا اصل انا كنت نادر وجاي وفيه. نادر ايه بس؟ انا مش شايف معاك اي حاجة خالص. لا يا باشا انا كنت نادر لو ربنا كرمني اصلي الجمعة. ادخل. غادي يجي واحد النهار نبقى ندخل الجامع كيما هكا. عقلنا هدرت والله والشعب ما ينوض يجمع الوقفة. ما ينساش بلاد الملاحدة بني علمان أن المغرب علم قائم على الملكية، والملكية علم قائمة على البيعة، والبيعة علم قائمة على أنه الحاكم هو الملك اللي هو أمير المؤمنين. إلى حيث الدين من الشعب ما بقاش بيعة، ما بقاش ناس تأمن بأمر المؤمنين. يعني الملكية تكون في خطر. واحد السيدة فاهمة عصر زمانها من بعد على واحد الموضوع اللي قالت حكا ما حكانا 10 سنين ولا كان ناكل رمضان تاكلي لا تدبر راسك ومطاحري كاع شغلي فيك. قالت ما بغيناش ملكيه ديال البيع، بغينا ملكيه سياسيه. والحاجه والشريفه الا ما كانش الملكيه مبنيه على البيعه ومبنيه على السياسه، اي واحد اي واحد غادي يقول لك انا ندخل السياسه وبيعوني انا نولي ملك. انت مازال ندير معاك لك موضوع. جات قالت لك ناكل رمضان، تاكل رمضان الله ياكلك جن ان شاء الله. مازال ندير على هذا الموضوع. بيستسلم الناجي في الاول كنا نحترموها ونقدروها، في التالي انا خرجت طاي. وانا بالنسبه لي هي عباره شطرش بحال داك الشعه اللي كيضربك دال الاخر باش دارت القضيه ديال عمر. قال لك حقا ما حقا يا خرج هذه تلك الشعه فينا حنا. ديك ما يستسلم الناجي ملي كتجي تحلل الشخصيه ديالها، اللباس كيفاش كتبان وكيفاش كتبوزا وكيفاش كتبين المفاتن ديالها، تلقى بالله ان ما عندناش عقده مراهقه متاخره ولا نو. وهرمونات وزوج البنت وزوج السيدة. شي واحد يدير فيها الخير يتزوج يجمع الزمر. وحده ملي كتلقى وحده ملي كتبنت سيكولوجيا، وحده ملي كتبلغ واحد اللاج ولا واحد سن الياس قربات له ولا وصلت له، كتبغي تبين انها مازالت مطلوبه، مازالت مرغوبه، مازالت انها عندها من مفاتن الانوثه. وحده اللي مزوجه مكمشه مع ولادها تقول لك اللي عندي راه اش باقي نبين. وحده اللي ما عندهاش بصح وحده اللي عندها هذا النقص هذا ما مزوجه ما ولا احسن العون كتبغي تقول لك ودي هراني يسوي لا